بسم الله. ال- الأخ شادي عيسى ما شاء الله عليه بيجيب حاجات يعني غريبة. يعني ادانا بقى كده، قال لك ده مش ميعاد فيديو، ولا قال يا مرحب يا مراحب واهلا باللي يشارك ولا الكلام ده. دخل على طول كده وقت في لب الموضوع. بس والله الواحد اتصدم، يعني مش عارف يعني ال- الاعلام الابيض يا عيني والجماهير الزمالك ديت، يعني مش عارف. هي بتتكيف قوي من اللي زي ده. اللي زي ده بيضلهم كل ضلالة في النار. كلمة كلمة اللي انت بتقولها دي هتتحاسب عليها يوم القيامة. بتقول ايه؟ اول لما بدأت بالفيديو بتتكلم في الزمالك، بتتكلم في مشاكل الزمالك، بتتكلم في الصفقات اللي بيجيبها الزمالك الجامدة، اللي مرعوب منها الاهلي. لا، قال لك ابويا يا اشبه الليلة من امبارحة. ماشي يا معلم، ايه الليلة من امبارحة؟ قال لك ابويا، قال لي ايام كوارشي كان الاهلي مرعوبين. صدقت، صدقت يا شادي. الاهلي كان مرعوبين فعلا. ده جه في الدور الثمانية هيلعب الكاس سنة 85. ها، مش عارف انت كنت اتولدت ولا ما كنتش لسه اتولدت، مش عارف. الله يهديك. بني آدم كلمة هتتحاسب عليها. المهم يا شادي، لما بتيجي تدل النهارده الشباب اللي بتدلهم دولت بيطلعوا يضحكوا عليك. ان دلوقتي بقى في حاجه اسمها ايه، جوجل، ويدوس على بتاع ويشوف ايه اللي كان بيحصل ساعتها. فانصحك بلاش يعني الايه، عشان تجيب الاهلي في جمله مفيده انت واللي طردوه من قطر دوت. ها، واخد بالك عشان ايه؟ تعمل نسبه مشاهده. لكن للاسف هتقول يا مرحب يا مراحب اهلا بالشك، محدش هيشارك معاك عشان انت ما بقتش ايه، مصدر ثقه. هقول لك بقى، ارجع لك مرجوع سنه 85 الاهلي لعب بالفريق الناشئين، مش بقى الاحتياطي، لا بالناشئين. كان معاهم بس احمد شوبير، احمد جمال، وضيع عبد الصمد، وشمس حامد، شمس حامد، وطارق خليل، وحسام حسن، و وحماده مرزوق. لعيبه 19 سنه و18 سنه يا كابتن شادي، خد بالك. كانوا مرعوبين من الكوارشي وفاروق جعفر ومحمد صلاح وبدر حامد ودنيا وسعيد الجدي الله يرحمه، واخد بالك. العيال الصغيره دول غلبوهم اربعه من 3-2. انت فاهم يا معلم؟ دي نقطه من الرعب من الكوارشي. اما النقطه الثانيه، عشان نلغي الاحتراف الاجانب. كان الاحتراف، لغوا الاحتراف الاجانب لحراس المرمى بس يا كابتن شادي. يا متعلم يا بتاع المدارس، يا صحفي قديم. عيب عليك، عيب عليك اما نصحح لك معلوماتك كده اهوت وتبقى مش عارف هتنام ازاي انت. ادي لغينا الاحتراف لحراس المرمى بس، مش للكوارشي والغيره. الكوارشي ده رعبنا، شوف رعب العيال الصغيره ازاي، واتغلبتوا 3-2. يا اخي كسفوا، كسفوا يا اخي، كسفوا، حرام عليكم بقى. ده الشباب دي ما بقتش تصدقكم. عارف يعني ايه ما بقتش تصدقكم؟ انت والفرقه الضلاله اللي يقول لك مش مهم عندنا الزمالك يخسر، المهم عندنا الاهلي يخسر. البطوله عندكم اللي الاهلي يخسر، الغل اللي جواكم اللي الاهلي يخسر. لا حول ولا قوه الا بالله. الى اللقاء.